كلنا حسينا قبل كده ان قلبنا بيترعش واحنا على اعتاب بداية جديدة. ليه الخوف ده بيجيلنا وازاي ممكن نتغلب عليه؟ الخوف من البدايات الجديدة طبيعي جدا، لانه معناه انك هتخرج من منطقة الامان اللي انت عايش فيها. المخ بيحب الروتين والمألوف، ولما ناخد خطوة جديدة بيبدأ يحذرنا ويخوفنا. ولكن خليك فاكر، كل بداية جديدة هي فرصة للنمو والتغيير. أوقات الخوف بيكون بسبب الفشل اللي احنا متوقعينه، أو الخوف من المجهول، أو حتى من نظرة الناس. ولكن في الحقيقة اللي بيخوفنا مش النهاية، ولكن الخيال اللي بنعمله في دماغنا عن النهاية. ربنا دايما بيكون معانا في كل خطوة، ومفيش حاجة جديدة هتيجي إلا ومعاها فرصة. اعرفي ان الخوف طبيعي ومش عيب، وركزي على خطوة صغيرة بدل ما تفكري في الطريق كله. ادعي ربنا يديك القوة والإيمان بالخطوة الجاية. فكري نفسك بالنجاحات اللي حصلت قبل كده لما جربتي حاجة جديدة. كل بداية جديدة مهما كانت مخيفة هي فرصة ربانية لتغيير حياتك للأحسن. لو خايفة من بداية جديدة، ابدأي بخطوة صغيرة النهاردة، وافتكري دايما ربنا معاكي. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشاركيه مع حد يكون محتاج يسمع الكلام ده، وخلي تعليقك عن اكتر خطوة جديدة حابة تخطيها.